في أول يوم في رمضان نزلت فيديو لمالي ومصدر رزقي، وشاف الفيديو ده 200 شخص بس، بعد كده حذفته. والحمد لله دي كانت النتيجة. الحمد لله اللي كان مقدر ليهم يطلعوا قبل العيد بيومين قدر الله وما شاء فعل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه الناس تستكتر الخير على بعضها؟ ليه الناس تبص في رزق بعضها؟ ليه الناس تقعد تحسب لبعضها وتقول ده كتير وده هيجيب وهيعمل، مع العلم ان كلها مشاريع صغيرة، يعني كلها يدوب تفتح بيتك، اكل وشرب ومصاريف، مش هتبني من وراها براج ولا عماير ولا فلل، لا ده انت بس عايز تعيش مستور وعايز تعيش بالحلال. اهي هي دي كانت النتيجة، نتيجة عين، بس الحمد لله كانت صايبة وكانت راشقة على الآخر. عشان كده غلط ان اي حد ينشر ماله قدام الناس، لان في ناس قلوبها مريضة وفي ناس قلوبها سودة. الحمد لله من بعد ما نزلت الفيديو ب24 ساعة بدأت اطلع كل يوم 100 و150 لحد ما زي ما انتم شايفين كده ايه نضفت. الحمد لله. دي كانوا اخر حاجة النهاردة، اخر حاجة النهاردة. صعب عليا انني يعني الموضوع يخلص كده ويعدي من غير ما الناس تعرف ايه اللي حصل، عشان اللي لسه بيحسب لها ولسه بيقول لك ده هتجيب وهتعمل وهيجيب وبيعمل وبيسوي اهي. والنهارده طبعا مش هقول لكم النهارده الفرخ بكام ولا الكيلو علف بكام ولا بيصرف ايه، مش انتوا دلوقتي عارفين، كل واحد عارف، بس للاسف الشديد لازم ان احنا نبص في حاجة بعض، لازم ان احنا نحسب لبعض. طبعا دي الناس اللي قلوبها مريضة. في ناس تانية بتقول ما شاء الله وعارفة الخير ان الحاجة بتيجي بطلوع الروح، وفي ناس بتقعد تحسب لك ده عنده وعنده وعنده هيطلع وهيعمل وهيسوي. طبعا للأسف الشديد بيحسبها على حاجته هو، ما يعرفش ان دي حاجة بتكلف اكتر واكتر واكتر، وما يعرفش ان حاجة زي دي بتحصل وحاجة زي دي ممكن تقابله. لكن الحمد لله رب العالمين، وقدر الله وما شاء فعل.